الحمد لله حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا حتى يرضى. ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. أهلا وسهلا بكم شيخنا. مرحبا، اهلا وسهلا. حياكم مرحبا بكم المشاهدين. حياكم الله وبياكم شيخنا. مرحبا. شيخنا، من السنن الكونية في حياتنا وقوع البلاء والابتلاء بداية كاختبار للعبد كلا على حسب دينه وإيمانه، كما قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بداية شيخنا، ما هو البلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لعل المتدبر لكتاب الله سبحانه وتعالى يلاحظ أن مفهوم البلاء من المفاهيم المركزية، ولعل في بعض برامجنا هنا في قناة سلام في موضوع الغايات القرآنية تكلمنا في هذا المفهوم كمفهوم شامل وغاية كبرى من الغايات التي وضعها الله سبحانه وتعالى كغاية من الغايات القرآنية. ومثلا الله سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويؤكد ذلك بقوله: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين. ويقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن، بلام القسم، لاحظ، ولتبلون. ويتكلم كذلك القرآن الكريم عن هذا المفهوم بمصطلح آخر، مفهوم الفتنة: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، إلى غير ذلك من الآيات اللي حقيقة لفظة البلوى، الباء واللام والواو، البلاء والبلوى والابتلاء، نلاحظ بأنها بهذا المعنى في القرآن الكريم وردت 34 مرة. بعضها يعنينا طبعا، وبعضها الآخر يمكن في آيتين، هي 36 في آيتين المعنى مختلف، لكن المعنى مختلف. لكن في 34 موضع من كتاب الله وردت فعلا ماضيا وفعلا مضارعا واسم فاعل واسما مجردا إلى غيره، واسم أمر أو فعل أمر، فوردت بأكثر من صيغة، مما يعني أن هذا المفهوم، مفهوم البلاء، هو مفهوم مركزي وأساسي في كتاب الله سبحانه وتعالى. لما كان الأمر كذلك، لما كان أمر البلاء أمرا من الغايات، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق أراد أن يبتليهم. هذا سؤال سيأتينا إن شاء الله، لماذا يبتلينا الله؟ هذه قضية. لكن أراد الله لنا الابتلاء، أراد الله لنا البلاء بحكمة يعلمها. السؤال: ما هو البلاء؟ ما هو البلاء؟ ما هو البلاء؟ البلاء في اللغة والشرع يكاد يكون متقارب. بلاء في اللغة هو الامتحان، هو الاختبار، والإخبار أحيانا. فيقولون مثلا: أبلى بلاء شديدا في المعركة، بمعنى أنه أعطى من نفسه إعلاما وأخبارا للآخرين حتى عرف بأنه من أهل الشجاعة والإقدام وكذا. البلاء يعني الاختبار ويعني الامتحان
وقد يعني الإخبار، لأن الإنسان يخبر عما في نفسه. الثلاث المعاني، هذه المعاني كلها. لكن الدارج في معظم السياقات القرآنية هو المعنى الأول اللي هو معنى الامتحان، الاختبار. فتلاحظ أن معنى اختبار ومعنى الفتنة ومعنى الامتحان وغيرها من المعاني المتقاربة كلها تؤدي بنا إلى هذا المفهوم، إلى مفهوم أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر عباده، يريد أن يختبر عباده، يريد أن يمتحن عباده. يبقى لماذا تمتحننا يا رب؟ لماذا تمتحننا يا رب؟ يكفينا يعني. ممكن السؤال الوحيد اللي الشخص يصعب أن يلقى له إجابة. نعم صحيح. هو حقيقة لو أدرك الإنسان معنى الحياة سيدرك معنى الابتلاء. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، خلق السماوات وخلق الأرض، ثم خلق كائنا مكلفا. هنالك كائنات مسخرة، صحيح. هنالك كائنات مكلفة. فالملائكة مثلا سخرهم الله ليكونوا عبادا مسخرين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هنالك كائنات أراد الله لها أن تكون مكلفة. دائرة التكليف هنا بمعنى الله سبحانه وتعالى في خلقتها ركبها بأنها عندها القابلية للخير والقابلية للشر، القابلية لنعم والقابلية للا، القابلية للطاعة القابلية للمعصية، القابلية للإيمان القابلية للكفر. هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. طيب هنا تأتي مسألة الاختبار. الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بأمرين: يبتليهم بأوامره وأقداره الكونية، أي يختبرهم ويمتحنهم بأقداره الكونية، ويبتليهم كذلك بأوامره وتشريعاته التي المنقولة إلينا عبر الرسل. أمر مهم جدا. إذا نحن نبتلى بأمرين: نبتلى بأقدار من الله، موت، حياة، فرح، ترح، غنى، فقر، مرض، أسقام، ابتلاءات. هذا الشكل من أشكال ما نقع فيه من الابتلاء. صحيح. في شكل آخر وهو الشكل الذي فيه أوامر. الله عز وجل يقول لنا صلوا، صوموا، كذا، لا تزنوا، لا تسرقوا، لا تقتلوا، لا كذا. هذه أوامر إيه؟ أوامر شرعية. إذن الله عز وجل يبلونا بالأمرين، وفي الأمرين سبحان الله في الخير والشر. صحيح. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. نبلوكم بالخير والشر فتنة. طيب يا رب، أين الخير في الموت مثلا؟ في الموت مثلا الله سبحانه وتعالى الموت قد يندرج في أبواب البلاء الذي يكون فيه مصائب اللي فيها شرور. صحيح. لكن يبتليك الله سبحانه وتعالى بالمال، خير طبيعة. يبتليك الله بالسلطان، خير. يبتليك الله بالبنين، يعطيك ما شاء الله المال والبنون زينة الحياة الدنيا. يبتليك بالسمعة الطيبة، يبتليك بأن تكون قويا جبارا، بأشياء ممكن تغتر بها أنت. هذا جانب. الجانب الآخر يبتليك بالأسقام والآلام والأوجاع والفقر والفلس وعدم الوظيفة، فقد حبيب إلى غير ذلك. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. طيب إيش المطلوب منا يا رب؟ الله عز وجل يقول لك والله عندما أوقع عليك البلاء يهمني أنت كيف تتفاعل مع هذا البلاء، أتشكر أم تكفر؟ انظر سبحان الله نموذج سليمان عليه السلام. نموذج سليمان عليه السلام لما قال ليبلوني أأشكر أم أكفر، لما رأى النملة قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. لاحظ هذه المسألة شدته سليمان عليه السلام، إنه هذا الطير علم منطق الطير ومنطق الحيوانات، والجن مسخر والرياح مسخرة، ملك ما آتاه الله لأحد من قبل ولا من بعد. قمة الملك مع قمة التسليم. نظر إليه بأن هذا هو خير، أليس كذلك؟ صحيح. سلطة ما شاء الله، سلطة خير. لكن وين الابتلاء؟ الابتلاء في أنك ستكون جبارا عنيدا أم ستكون مسلما متواضعا، ستكون عابد لله فيها أم كافر لله بها، ستكون والله من القتلة المجرمين الذين إذا ملكوا قوة تسلطوا على رقاب البلاد والعباد. صحيح. أم أنك عندما والله تؤتى القوة ستكون متواضعا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يدخل إلى مكة وهو يعني يطأطئ عليه الصلاة والسلام. إذا نحن مفهوم البلاء باختصار شديد هو ابتلاء
مفهوم الابتلاء هو الاختبار والامتحان حتى يظهر العباد ما لديهم من خير أو شر، ما لديهم من خير أو شر، مع وجود القابلية لأن يكونوا أشرار وأن يكونوا أخيار. لكن سبحان الله كما قال العلامة الشاطبي عليه رحمة الله يقول: ومقصود الشارع من إنزال الشريعة حتى يكون المكلف عبد لله اضطرارا، عبد لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. أنت عندك عبودية اضطرارية، كثير منا الآن في حياته يمكن 60% من الأمور تلقاها اضطرارية. صحيح. الموت والحياة والأمراض والأسقام هذه أنت مضطر، ما في أحد يختاره. ولكن الخط الآخر الذي يريده الله منك، هنالك في كل ملف من هذه الملفات هنالك عبودية اختيارية. عندما تمرض كونك تشكر أو تكفر هذا اختيارك، موضوع عندك. تحمد الله، تشكر الله، ترضى بما كتب الله، أم تجزع وتكفر بالله وتسب لاحظت؟ في كل مسار في كل مسار عندك على كل إما التسليم وإما الكفر به، إما شاكرا وإما كفور. فهذا باختصار موضوع الابتلاء. وكثير من الناس حقيقة ربما تغيب عنه هذه المسألة، مسألة والله لماذا يبتلينا الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يريد أن، مع أنه سبحانه وتعالى من حيث العلم يعلم من الذي سيكون شاكرا، لكن أن تتكشف حقائق العباد حتى أمام أنفسهم. يريد أن يدخلك جنة أو نار، لابد أن تكون الصورة واضحة أمامك أنت قبل غيرك. صحيح. تكون أنت مقتنع بأن والله هذا الملف الأسود هو ملفك، أو هذا الملف الأبيض هو ملفك الخاص. وبالتالي لا أحد يستطيع أن ينكر ما فعل. إنا كنا نستنسخ ما كنتم تفعلون. نعم. تعملون. بعد الإجابة الطويلة شيخنا في تعريف البلاء، سؤال مهم جدا ممكن أن يكون في موضوع الفرق أو العلاقة بين المحبة من جهة والبلاء وموضوع الابتلاء. ممكن يعني يكون في، أو واحد لما يفكر في الموضوع يحسب أنه ممكن يكون في اختلاف كبير بينهم، لكن في نقاط مهمة جدا يكون في يعني ربط وصل ما بين الثلاثة نقاط هذه. نعم. ما هي العلاقة بين المحبة والبلاء والابتلاء؟ نعم. نحن ذكرنا موضوع البلاء هو فيه اختبار وفيه تمحيص. خلينا نقول بأنه والله هذا الابتلاء والتمحيص في 3 مستويات. المستوى الأول هو مستوى التصديق الإيماني. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فهنا الاختبار في صدق الإيمان. الاختبار هنا في صدق الإيمان. في صدق الإيمان. لأن الدعاوى كما يقال سهلة، أن نقول مسلمين ومؤمنين وكذا، هذه مسألة تكون سهلة. الدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. فأنت إذا كان والله تدعي الإيمان، لا بد للإيمان من بينة. تدعي الإسلام لا بد من بينة لهذا الإسلام. تدعي أنك من أهل الجهاد، أنك من أهل التقوى، فهنا صدق الإيمان فيه ابتلاء. هذا مستوى من المستويات. المستوى الثاني هو مستوى الثبات على الإيمان. ثبات على الإيمان. أول صدق الإيمان. هل والله إيمانك صادق؟ يعني أنت إيمان مزيف ولا إيمان صادق؟ أيوه، هذا لا بد منها. المسألة الثانية، هل هذا الإيمان إيمان مذبذب مضطرب أم إيمان ثابت راسخ؟ لأن بعض الناس، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. فهل هنالك ثبات؟ يعني كده القرآن الكريم يشير إلى مسألة قال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالزلزلة وغالبا في مواقع الجهاد تجد أن الزلزلة والحصار حتى يعلم الله سبحانه وتعالى من هو الموقن الثابت الراسخ في إيمانه ومن هو المتذبذب. هذا المستوى الثاني، مستويات. المستوى الثالث هو مستوى زيادة الإيمان، مسألة الزيادة والنقصان. فبعض الناس يبتليهم الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنهم أهل صدق ويعلم أنهم أهل ثبات، ولكن يريد أن يزيد إيمانهم ودرجاتهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه 3 مستويات. طيب لو رأيت هذه المستويات ال3 هي مستويات محبة. صحيح. المستوى الأول مستوى محبة، المستوى الثاني مستوى محبة، كلها مستويات محبة. إذن هنا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر الناس بلاء
الأنبياء أهل المحبة، أهل هم المحبة. الأنبياء أهل المحبة الأنبياء، الذين صحيح. يحبون الله ويحبهم والله يبتليهم. يجي السؤال يا أخي لماذا يحبهم ويبتليهم؟ صحيح. أليس كذلك؟ يحبهم، نعم، لأن الله سبحانه يريد أن يصفيهم من كل ما يمكن أن يعلق بهم من الشوائب. من الشوائب. فالله عز وجل يبتليهم ويمحصهم حتى يأتوا إليه وهم إيه؟ وهم في أحسن أحوالهم، حتى يتحقق فيهم قول الله سبحانه: طبتم فادخلوها خالدين. فلما يطيب الإنسان، وشتان بين طيب الأنبياء وطهرهم وطيبة غيرهم. فالتطيب والتطهر للأنبياء شيء، والتطهر للأشخاص العاديين شيء، لأن كل إنسان له مقام، كل إنسان له إيه؟ له مقام. فشتان بين من يهيئه الله للفردوس الأعلى، ومن يهيئه الله للمقام المحمود، وبين من يهيئه الله لأن يكون في أطراف الجنان. ولكل مقام بلاء. ولكل مقام بلاء. وبالتالي مسألة المحبة والابتلاء ارتباطها من هنا، أن أشد الناس بلاء هم الذين إيه؟ أهل المحبة وأهل الإيمان. بمعنى نحن الآن ذكرنا في 3 مستويات قلنا سيبتلون فيها، 3 محبة. هنالك أيضا مقامات يريد الله أن يرفعهم فيها فيبتليهم أكثر مما يبتلي الآخرين. ثم أيضا الابتلاء له علاقة بالمعرفة بالله، فأكثر الناس معرفة بالله أكثرهم ابتلاء. لماذا؟ لأن سبحان الله يبتلي كل إنسان على قدر إيمانه. فأصحاب الإيمان الضعيف، الإيمان البسيط، يبتليهم الله سبحانه وتعالى بقدر إيمانهم حتى لا يفتنون وربما يخرجون من الدائرة كلها. فعلى كل هنالك ارتباط كما تفضلت بين المحبة وبين الابتلاء. فأشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. هذه طبعا مهمة، لكن في نقطة مهمة جدا، وهو أحيانا يختلط على الناس موضوع البلاء والعقوبة. صحيح. إنه كيف أنا والله أفهم إنه هذا الذي نزل بي هو عقوبة أم بلاء؟ صحيح. هل هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى؟ لأن العقوبات والابتلاءات تتشابه، فرق بسيط بينهم. بمعنى هذا ينزل عليه حادث مروري، وهذا ينزل عليه حادث مروري. هذا الحادث المروري له رفعة ومقام، والآخر يكون له عذاب مثلا. فهنا يقول والله أعلم العلماء الضابط في ذلك أن ما ينزل على أصحاب الإيمان والعمل الصالح وتقوى الله سبحانه وتعالى والاستقامة التي تليق بأهل الالتزام، من يقع عليه وهو في هذا الاتجاه، وطبعا كل إنسان على نفسه بصيرة. كثير من الناس يعرف أنه والله ما نزل به هل هو فعلا ابتلاء أم إيه أم عقوبة. صحيح. بمعنى كثير من الأشياء تقع عليك بعد ذنب، أنت تعرف أن الله ارتكبت ذنب، إما أنك ظلمت شخص، أو سرقت من شخص، أو اعتديت على شخص، أو انتهكت عرض شخص، أو من الأشياء الكثيرة، ثم عاقبك الله بنفس الطريقة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. فهنا تلاحظ بأن الإنسان طبعا العبد المؤمن بشكل عام من باب التواضع أمام الله سبحانه وتعالى وعدم المبالغة في الثقة بالنفس، يحرص قدر الإمكان أن ينظر إلى كثير من الابتلاءات بأن ربما تكون عقوبات. صحيح. ربما لا يقول والله هذه رفعة وأنا ما شاء الله بلغت الماء، لا، يقول لعلي والله كنت في كذا، فيكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار ويكثر من العمل الصالح حتى لا يقع في الاقترار. لكن هي قد تكون عند الله إيه؟ عند الله رفعة وعند الله مقام سامي. فعلى كل الضابط الأولي هو أنك إذا رأيت مع كثرة الذنوب أحيانا الله سبحانه يمهلك. هذا استدراج، يسمى إيه؟ استدراج. بمعنى متى ما رأيت أنك والله ينعم الله عليك كلما عصيت فاعلم أنه يستدرجك. إذا رأيت أنك تعاقب بالذنب الذي تفعله فاعلم أن الله يعاقبك ولكنه يريد بك خيرا، وهو أنك لا تتمادى. هذه نسميها نحن مطارق السنن، مطارق العقوبات العاجلة. هذا كثير من الناس سبحانه يغفل في أنه لا ينظر حتى العقوبات، هذه رحمة من الله، ينبه الغافل، يذكره، ينبهه بأن والله المقام خطر، فيعطيك بعض التنبيهات البسيطة حتى لا تذهب إلى الأمور الكبيرة. ولنذيقنهم
من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فهي عقوبات، وطبعا هذه للأسف الشديد تقع طبعا على الأفراد وتقع على الأمم والمجتمعات وتقع على الدول. يعني ممكن هذه القضايا التي نتكلم عنها تصدق على الكل، لكن الخلاصة أنك إذا كنت على طاعة من الله واستقامة، وخاصة هنا أمثال الرسل وما يقع بهم لا يظن بهم بأنه والله هم ارتكبوا ذنوبا أو كذا، فلا، الغالب فيها أنها ابتلاءات ترتبط بهم في مسيرتهم إلى الله، ترتبط بالاختبار الذي يليق بهم كأنبياء ورسل، يرتبط بالصفاء والتطهر الذي يريده الله لهم، يرتبط بالمقام السامي الذي يريده الله، وهكذا ما يليهم، ثم الأمثل فالأمثل. نعم. بارك الله فيك شيخنا. في خضم البلاء والابتلاء لا بد أن يكون يعني هناك أمور معينة على الصبر على هذا البلاء والابتلاء، ولكن بعد فاصل قصير انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا، وهذه هي رسالة سلام. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في بعد العودة من الفاصل القصير. كنا قد توقفنا قبل الفاصل بسؤال مهم، ألا وهو أبرز الأمور المعينة على الصبر في البلاء. بداية شيخنا نرحب بك في هذه الحلقة، أهلا وسهلا بك. مرحبا. نستكمل حديثنا شيخنا في السؤال المهم الذي يطرح: أبرز الأمور المعينة على الصبر في البلاء. هو حقيقة سبحان الله لا يوجد أفضل من كتاب الله سبحانه وتعالى هاديا، لأنه هو كتاب هداية صحيح. في كل مشكلاتنا، في كل المشكلات. فالله سبحانه وتعالى مثلا في سورة البقرة قبل الآيات التي يقول فيها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، ذكر جملة من الأشياء. قال: فاذكروني، آيات سابق قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي
ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا نبلونكم. قدم الصبر. فكأنما الله سبحانه وتعالى هذه القضايا التي قدمها هي معينات على ما سيقع. صحيح. هي معينات على ما سيقع. فأول ما يعينك على البلاء وعلى المصائب وعلى ما يقع عليك من مصائب وإشكالات هو أن تكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى عن طريق ما نسميه بالذكر. والذكر هو استحضار المذكور وهو الله جل جلاله، أن تستحضره ولا تنساه، وأن يكون دوما في لسانك وقلبك وجوارحك ولا تكون غافلا عنه. فإذا بلغت هذا المستوى من الذكر، وهو أن الله سبحانه وتعالى ليس غافلا عنك، يعني سبحان الله من اللطائف الجميلة في القرآن الكريم أنه جعل الصلاة من باب الذكر. قال سبحانه وتعالى فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فنحن لماذا نصلي؟ لنذكر الله. صحيح. لنذكر الله. بمعنى الذي يتكرر على المسجد 5 مرات هو مستحضر لله وليس ناسيا له، ذاكرا له، الله ليس غائبا عنه. أما الذي لا يصلي فهو غافل عن الله، ساهيا عنه، ناسيا له. هذه مسألة لا بد أن. فأول ما يعيننا على الابتلاءات ومصائب الحياة هو فاذكروني أذكركم. وإذا ذكرك الله سبحانه وتعالى سيذكرك ليس في ملأ الأرض فقط، ولكن أنت ستكون مذكورا في السماوات في الملكوت الأعلى. وإذا ذكرك الله في ملكوته فيا فوزك، يعني يا فوز الذين يذكرهم الله سبحانه وتعالى. إنما تذكر في الملائكة وتذكر في العوالم العليا، فمعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى ستتجلى عليك بعد ذلك كل رحماته وبركاته وخيره وفضله سبحانه وتعالى. ولكنك كيف تكون مذكورا كيف تصل إلى هذه المرحلة؟ ولله المثل الأعلى. الآن في دنيانا تلاحظ أن كثير ممن يحظون ما نسميهم نحن بأهل الحظوة عند السلطان وعند الملوك وعند الرؤساء، مشاكلهم محلولة ولا ما محلولة؟ يقول لك والله محلولة. لماذا؟ لأنهم مذكورين عند السلطان. صحيح. مش كده؟ أمورهم ميسرة، أمورهم تمشي في نهاية المطاف في هذه. فلله المثل الأعلى. فكيف أنت والله مذكور ليس في ملك من ملوك الأرض من أهل الأهواء وأهل الشهوات وأهل الطمع لا، أنت مذكور في ملك الملوك، مذكور عند الله سبحانه وتعالى. فهذه المسألة والمسألة مهمة جدا، وهو تعين الإنسان. سبحان الله، كلما نزل بلاء على الإنسان ستلاحظ بأن ما يخففه هو أن تتقوى عليه بذكر الله وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا العامل الأول ذكر الله، ويدخل في ذلك الصلاة. ذكر الله ويدخل في ذلك الصلاة. المعين الثاني من المعينات أيضا التي نتقوى بها جاءت في الآية فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واشكروا لي. طبعا سبحان الله هنا ستلاحظ بأن كيف نشكر الله في البلاء. هذا مقام عالي جدا، ولذلك كان بعض العارفين يقول بأن المصائب عندما تنزل على الإنسان الناس في تعاملهم 4 أقسام. القسم الأول أهل الجزع والتضجر والشكوى واليأس والقنوط والعياذ، هذا طبعا لا نتكلم. لكن المستوى الأول قال مستوى الصبر، يعني الذين يصبرون على البلاء. سبحان الله، يعني مستوى الصبر هو أقل من مستويات أخرى. نعم، هذا المستوى الأقل، لأن أقل من هذا هو الجزع. صحيح. إذن أنت تخرج من الجزع بالصبر، والصبر فيه مرارة، ليست فيه حلاوة. الصبر فيه مرارة وتعب وألم. سبحان الله. هل في مستوى آخر؟ نعم، في مستوى آخر. ما هو هذا المستوى؟ قال مستوى الرضا. عجيب أنك لست فقط صابر ومحتمل وحابس اللسان عن الشكوى، لا، رضيت يا رب. بالعكس، تجاوزت مرحلة الصبر والتحمل وتجاوزت مرحلة الجزع لأن تكون راضيا بما كتب الله. مقام عظيم جدا. ولذلك الرضا سبحان الله بعضهم اعتبره حال وبعضهم اعتبره مقام. على كل، سواء كان حالا أو مقام، هو حالة مرتفعة. بمعنى لما نقول مقام بمعنى أمر كسبي يسعى إليه الإنسان ليبلغه. صحيح. ولما نقول حال هو عبارة عن أمر يعطيك الله إياه بمقاماتك التي
ارتقيت إليها. يعني الرضا، الطمأنينة، السكينة، بعضهم يعتبرها أحوال وبعضهم يعتبرها مقامات. فعلى كل في المدارج يمكن من الأشياء المذكور في المقامات مقام الرضا، مقام الرضا. إذن هذا مقام ثاني، الصبر ثم إيه؟ الرضا. ثم الرضا. الثالث وهو الذي نعتبره من المعينات الشكر. عجيب، تصبر وترضى مما كتب الله، بل تتجاوز إلى أن تشكر الله جل جلاله. أشكره على المصائب، نعم تشكره على المصائب. كما قال ذاك الرجل الذي وجده مشلول اليدين ولا يملك الحركة، ومع ذلك يقول الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. قال علامة تحمد الله وتشكره وقد أنت رجل مشلول؟ قال أحمد الله أن أعطاني عقلا أعقله به ولسانا أذكره به. لاحظ كيف أن الإنسان سبحان الله. فبعض الناس يقول لك والله يا أخي أنا ابتلاني الله في كذا. طيب ما شاء الله ابتلاك في شيء، كم من الأشياء التي تركها لك وهي مما تستحق أن يشكر. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعض الناس للأسف الشديد تجده يبتلى في شيء واحد، يبتلى في المال أو البنون أو النساء أو كذا أو الصحة، وينسى كل شيء، وينسى كل الأمور، وكأن الدنيا إيه؟ اسودت عليه، أغلقت. أنت عليك أن تشكر الله فيما بقي، ثم أيضا بل أبعد من ذلك تشكر الله أن ألهمك الشكر. هذا مقام عظيم. تشكر الله أن ألهمك الصبر، تشكر الله أن ألهمك الرضا. هذا ليس أمر سهل. ولذلك يقولون مما يستوجب الشكر أنك شكرت الله. صحيح. يعني كم من الناس لا يستطيع أن يشكر الله ولا يستطيع أن يحمده ولا يستطيع أن يصبر، فأنت أن ألهمت الشكر هذا أيضا مقام إيه؟ هذا دليل أن الله ما نساك، رزقك حاجة كبيرة جدا. فهذه مسألة. ثم قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. أيوة. كبيرة. فهنا نلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعين بالصبر والصلاة. وأيضا من الأشياء المعينة الاحتساب. كل أنواع الابتلاء التي ذكرناها سواء كانت ابتلاءات قدرية أو ابتلاءات شرعية كلها تقريبا تحتاج إلى الاحتساب. بمعنى ماذا نقصد بالاحتساب؟ بمعنى أن والله الدنيا ليست هي نهاية المطاف. هنالك جنة، هنالك حساب، هنالك نار، هنالك ميزان، هنالك كذا، وأنا ما يقع علي سيقع على الناس احتسبه عند الله. بمعنى إنه والله إيه فكرة الاحتساب؟ إنه والله ليست الدنيا هي منتهى الأمر، وليست حالة المرضية هذه الشيء هذا الأمر يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الحياة الباقية التي ستأتي هي خير من هذه التي أنا فيها. فهذه الفكرة أيضا فكرة الاحتساب. سبحان الله، عندما يقع البلاء على الإنسان يستحضر ما أعده الله سبحانه وتعالى للصابرين، وما أعده الله للمؤمنين، وما أعده الله سبحانه للشاكرين، وما أعده الله لأهل الرضا. كل ذلك يستحضر ويحتسبه إيه؟ عند الله سبحانه. أخيرا من الأشياء أيضا المعينات هو أن يدرك الإنسان بأن كل ما أصابه بأقدار الله سبحانه وتعالى. يعني ما ليس هنالك شيء يقع عليك إلا وقد سطره الله سبحانه في أقداره. عشان كده لا بد من التسليم بشنو؟ تسليم بالقدر، وهذا أصل من أصول الإيمان، أليس كذلك؟ نحن نقول الإيمان أركان الإيمان 6 ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره. فلا بد أيضا حتى يخفف عليك البلاء والمصائب أن تدرك بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا موضوع القدر والتسليم بالقدر أيضا من الأشياء المهمة جدا. وهنا حقيقة دائما تحضرني مقولة على عزت بن فتش عندما يقول للطبيعة حتمياتها وللإنسان قدره ولا بد من التسليم. فستلاحظ كثير من الحياة نخطط فيها ونبرمج ونعمل ونشتغل، ولكن في النهاية ستلاحظ بأن ليس كل ما خططته هو الذي وقع، بقدر ما هنالك أمور في حياتك إذا سألت نفسك ما الذي أوقعك في هذا الأمر ليس لك إجابة إلا أنه إيه قدر الله وما شاء فعل وما شاء فعل. بارك الله فيك شيخنا. سائل يسأل شيخنا قبل وقوع البلاء هل ممكن أن يكون هنالك يعني أفعال أو أشياء ممكن أن يفعلها الإنسان فتكون دافعة عن البلاء؟
نعم. هي كل سبحان الله كل الأعمال التي نسميها ابتلاءات شرعية، يعني الطاعات كلها يمكن أن تكون دوافع بالنسبة للابتلاءات القدرية كلها. يعني سبحان الله الدعاء مثلا، الدعاء معروف أنه يدفع البلاء. الدعاء يدفع إيه؟ يدفع البلاء، وخصوصا في حديث الذي يمكن ذكرناه أكثر من مرة هنا في هذا البرنامج، وهو أن الله يستجيب للعبد ما لم يستعجل، وضمن 3 حالات: إما أن يستجيب الله له فورا، وإما أن يدفع عنه من البلاء مثله. فالقدر والدعاء يعتلجان ويتصارعان، فقد يكون البلاء أقوى، وقد يكون وقد يكون الدعاء إيه؟ أقوى، فيدفعه أو ينزل خفيفا أو ينزل عليه. على كل هي مسألة المدافعة. ولذلك سبحان الله هنا لا بد أن نستذكر مقولة عبد القادر الجيلاني في مفهوم القدر، عندما قال: الناس إذا أقبلوا على باب القدر توقفوا، قال: إلا أنا فإنه فتحت لي منه روزنة، فصرت أنازع أقدار الله بأقدار الله. سبحان الله. أي فلو فهمت أنت والله أن مفهوم القدر هو عبارة عن تحولات داخل منظومة القدر نفسها، داخل منظومة القدر، سواء كانت أقدار كونية بأقدار كونية أو أقدار كونية بأقدار شرعية، فهي عبارة عن تفاعلات داخل ما نسميه بغرفة إيه؟ غرفة القدر، غرفة عمليات القدر نفسها. هنا سبحان الله طبعا من الصعب جدا أن يقول لك واحد: والله استوعبت تفاصيل القدر بكل ما فيه. لماذا؟ لأن هنالك فيه جانب خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. جل الله. سألني أحد الإخوة اليوم مثلا، يقول: والله يا أخي كيف نحن نكون عملنا أذكار الصباح وأذكار المساء، هل بعد ذلك يقع علينا؟ قلت له: يا أخي أنت فعلت، ولكن هناك جملة من المعطيات خافية عليك، خافي عليك الموانع، خافي عليك كثير من الأشياء، هل قبل الموضوع ما قبل الموضوع، خافي عليك أن الطبخة الحقيقية والصناعة الحقيقية لموضوع القدر ليس عندك، عند الله. أنت فقط عندك مشيئة، ضمن المشيئة إيه؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك عندما أقول بأن التسليم هو سر العبودية، سر العبودية إنه والله أنت تفعل ما أمرك الله وتنتظر ما يقضي الله عليك، تفعل ما أمرك الله. فنلاحظ بأن مثلا الزكاة تدفع العذاب، الصدقة تدفع البلاء، دي كل أشياء تدفع البلاء، الدعاء يدفع، الصلاة تدفع، الشكر يدفع. كل هذه القضايا تساهم في عملية إيه؟ الاستغفار. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فدل ذلك أن العذاب يمنع بوجود النبي صلى الله عليه وسلم ويمنع كذلك بوجود سنته وحياته وشريعته، كما يمنع بالاستغفار. الاستغفار مانع من موانع البلاء. صحيح. إلى غير ذلك. ومع ذلك لا يعني بأن الإنسان لن ينزل عليه بلاء، لا، لأن هنالك من أنواع البلاء ما يريده الله ليرفع به المقام، لا ليكفر به السيئات. مرات يكون البلاء خفي. نعم، هذه أسباب البلاء قد تكون خفية. أحسنت، أسباب البلاء قد تكون خفية. فهذه على كلها من القضايا التي يحصل فيها ابتلاءات، ولكن أعظمها هي التي تقع ليرفع الله بها مقام الناس. يعني مثلا عندما قال الله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. شوف، انظر إلى أعظم بلاء اللي قال الله إن هذا لهو البلاء المبين، اللي هو الله فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. هذا أعظم أنواع البلاء. قال يا أبت افعل ما تؤمر. تسليم كامل. الأب مسلم والأم مسلمة والولد مسلم، هذه أسرة طبعا قمة في التسليم لله سبحانه. فعلى كل موضوع كيف يدفع البلاء، هنالك جملة من القضايا التي تؤدي بنا إلى أنه والله يدفع عنا البلاء: الصدقات، الشكر لله، الصبر، الدعاء المستمر، الذكر المستمر. سبحان الله تجد في نهاية المطاف الله عز وجل يعصمك من كثير مما يمكن أن ينزل خاصة باعتبار البلاء المكفر، ليس بالبلاء الذي يرفع في الدرجات. البلاء المكفر ينزل أحيانا كعقوبات، ينزل عليك بلاء في شكل عقوبة، فيمحو الله سبحانه وتعالى بهذه العقوبة الطفيفة شيء من الذنوب. صحيح، شيء من الذنوب. فكل ذلك نحن نحتاجه ونحن نتكلم عن قضية ثم التوبة والاستغفار والتقوى. هذه كلها من الأشياء التي يعني تمنع وتدفع البلاء عن الإنسان. بارك الله فيك شيخنا ننتقل إلى جزئية النماذج المذكورة من الابتلاء في القرآن الكريم.
والله هي سبحان الله النماذج أو كل نماذج الأنبياء تصلح كنماذج لحالات الابتلاء الذي فيه طبعا رفع المقام ورفع الدرجات، وكل نماذج الكفار تصلح كذلك للحالة الأخرى النموذج المغاير كما يقال. لكن خلينا نقول نحن مثلا نضرب نموذج إبراهيم عليه السلام كنموذج لصدق الإيمان وثبات الإيمان والزيادة في الإيمان ورفع الدرجات. إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي إبراهيم أتم كل عوامل الاختبار. زي ما يقول السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث كأنما عندك ورقة بتاعت امتحان موضوعة فيها 10 أسئلة أتمها وطلع فيها ناجح، مش إجابات كده، لا أتمها على أحسن وجه فنال الخلة. إبراهيم الخليل، نحن الآن نقول إبراهيم الخليل فأتمهن. إذن هذا نموذج من النماذج في مسألة البلاء. ولاحظ سبحان الله قصة إبراهيم من أولها إلى آخرها تلاحظ فيها عنصر البلاء، تلاحظ فيها عنصر البلاء. ومن البلاء أيضا أن يرمى في إيه؟ يرمى في النار. قمة نار خلاص هذا في دنياه، ولكن تتدخل العناية الإلهية منطقيا وعقليا يفترض أن يحترق، لكن الله قال يا نار كوني بردا سلاما على إبراهيم. لأنه سبحان الله هنا في مسألة مهمة جدا، وهو أن على كل تحتاج نظر. الأنبياء يقتلون والرسل لا يقتلون. على كل هذا يعني من خلال تتبع لآيات الله. الرسول لا يموت حتى يبلغ رسالة الله، لأنه مكلف برسالة حتى يبلغ. الأنبياء يقتلون، يعني هنا لو اعتبرنا أن الأنبياء ليسوا مكلفين برسالة، الرسالة إما سابقة لهم وهم مكملين لها، لكن الرسل مكلفين برسالة والله يعصمهم حتى يؤدوا الرسالة، حتى يؤدوا تماما. تجينا قصة إنه والله عيسى عليه السلام رسول ونبي، فلما أرادوا أن يقتلوه رفعه الله، لأن نموذج قتل الرسول. صحيح. إبراهيم عليه السلام رموه في النار، كان يمكن أن يموت، لكن الله قال يا نار كوني بردا سلاما على إبراهيم. وهكذا ستلاحظ كل من مكلف برسالة يحفظه الله حتى يبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تأتي قاعدة العصمة على قدر البيان، يعني كل من يتبع الرسل في بيانهم وبلاغهم لهم أيضا هذا النوع من الحفظ إن شاء الله. فهذه القصة الأولى اللي هي نموذج إبراهيم عليه السلام كنموذج من نماذج البلاء الذي يكون فيه الإنسان ناجحا. البلاء الثاني، النوع الثاني من أنواع البلاء لبني إسرائيل. الله عز وجل قال وبلوناهم، مش كده؟ بني إسرائيل ابتلاهم الله كثيرا، ولكن من أعظم ما ابتلاهم الله به قال ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. كانت مشكلتهم فتنتهم في هذا الأمر. هنا الآن بلاء في الأمر الشرعي، ادخلوا عليهم الباب إذا دخلتوهم فإنكم غالبون. يدخلوا أو لا يدخلوا، هنا الاختبار. طبعا كانت مشكلتهم قالوا لموسى عليه السلام إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. إذن سقطوا في الابتلاء، سقطوا في عملية الاختبار، سقطوا في الدعوة، دعوة الإيمان ودعوة كذا. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعتبرهم فاسقين، مع أنه أمر رباني أمر رباني ما استطاعوا. طبعا هذه الأحوال النماذج بني إسرائيل في التمرد، في عدم تنفيذ الأمر، هذا نموذج في الأمر الشرعي والسقوط. النموذج الثالث في أن الله سبحانه وتعالى يعطي الإنسان مالا، نموذج قارون. الله سبحانه وتعالى أعطاه مال عظيم جدا، يعني فقط خزائن قارون 40 شخص، يعني لا يستطيع حمل مفاتيحها العصبة أولي القوة. قال إنما أوتيته على علم عندي. يا أخي أنسب الفضل إلى الله، هذا مال الله استخلفك الله فيه، لا تملك شيء. يعني أنت في نهاية المطاف هذا المال وأنت خلق الله، إما أنه موارد عينية وإما أنها أعمال تكتسب من خلال. ففي نهاية المطاف الأعمال والله خلقكم وما تعملون، مش كده؟ صحيح. وبالنسبة للموارد سلفا ليس لك فيها شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. فالصحيح العبد أنه عندما يرزق يشكر الله سبحانه وتعالى أن مكنه من هذا المال، فكان نموذجا ساقطا. إذا عندنا نموذج السقوط في الملك، وعندنا أقصد في الجهاد، وعندنا نموذج السقوط في إيه؟ في المال. عندنا نموذج النجاح في الملك وهو سليمان عليه السلام. لما ذكرت يمكن في أثناء الحلقة كيف أن الله سبحانه وتعالى أعطاه ملكا، أول ما التفت إليه قال ليبلوني أأشكر أم أكفر.
الصورة عنده صورة اختبار. والله هل ينجح؟ هل هذا الملك العظيم يحوله إلى طاغية؟ يحوله إلى شخص متسلط جبار عنيد مسيطر؟ أم أنه والله لا الله. هذه المسألة كلها إن الملك إلا لله، الملك لله، قل اللهم مالك الملك، فالملك كله لله، يعطيك الله منه ما شاء. فهل تستشعر هذا المعنى أم أنك لا؟ فهذا لاحظ هذا نموذج أيضا إيه؟ نموذج سليمان عليه السلام وغيرها على كل في كثير. النموذج المرض مثلا أيوب عليه السلام ابتلاه الله سبحانه وتعالى في نفسه وأولاده بسنين طويلة جدا. نعم. ولذلك سبحان الله أيوب عليه السلام نموذج في الصبر، ظل يلهج بذكر الله وبدعائه وبحمد الله والثناء عليه وكذا حتى رفع الله سنوات، مش مسألة بسيطة، سنوات وهو يعاني، وتأتي إليه الشياطين ويقولون له أنت تزعم أنك قريب من الله، أنت عامل فيها ولي، عامل فيها رسول، شوف كيف الله أنهى منك كل شيء، أنهى البهائم، أنهى الكذا، الأولاد كذا فالله عز وجل ينظر إلى عبده كيف يفعل. فإذا ظل هذا العبد مستحضر الاختبار مستحضر الامتحان، والله عز وجل أخبره بأن والله أنا ابتليك بالخير والشر، قد أعطيك مالا وأعطيك الأشياء الطيبة وأنظر إليك ولكن أنظر إليك. وبالتالي محور سبحان الله محور الابتلاء في نهاية المطاف أن تكون صابرا شاكرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فأنت بين الصبر والشكر تتقلب، ولا يمكن والله أعلم لشخص أن يصل إلى كمال الإيمان المقدور عليه إلا وقد مر ببوابة الصبر وبوابة الشكر. بوابة الصبر وبوابة والبلاء هو يحمل هاتين، نبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. نعم. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. الشكر موصول لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، وللشيخ ثانيا على الاستفاضة العلمية الكبيرة. الله فيك. وجملة ختام: حين البلاء تذكر وبشر الصابرين. دمتم سالمين.